ايه ده؟ نور اخويا الجزمة شكله رسم عليا تاني وانا نايمة. ماشي يا نور، ان ما جيت ورسمت على وشك كله ما يبقاش اسمي اسراء. ايه ده؟ هي الارقام دي ما بتتمسحش ليه؟ يا نور انت كتبت على رقبتي بايه؟ الارقام مش راضية تتمسح. انا ما كتبتش عليكي حاجه، ايه الهبل ده؟ بطل كدب يلا مناخيرك كبرت من كتر الكدب. والله ما انا اللي كتبت الارقام دي، حتى بصي انا كمان مكتوب على رقبتي ارقام. ايوه فعلا. الرقم ده مش رسمة يا إسراء. ماما أخيرا هقول لكم الحقيقة اللي أنا خبيتها عليكم طول السنين دي. حقيقة ايه؟ كل واحد في المدينة بتاعتنا أخد رقم مختلف. ايوه صح، انت كمان في على رقبتك رقم، بس ايه فايدة الارقام دي؟ كل واحد فينا النهاردة هيظهر له 3 أرقام ولازم يختار واحد منها. وصاحب الرقم ده بقى هيحصل له ايه؟ للأسف هيموت. يعني انا ممكن اختار رقم عشوائي ويكون رقم حد بحبه واكون انا اللي موته؟ أيوة للأسف. علشان كده في حاجة مهمة جدا لازم تعمليها. ايه هي؟ لازم يا إسراء لازم تغطي الرقم اللي على رقبتك ده. لا طبعا يا ماما مش هغطيه، انا هخليه باين عشان الناس تعرف انه ده رقمي وما تختارهوش. بس برضو ممكن الناس اللي بتكرهك تعرف رقمك وتختاره عشان تخلص منك. ايوه صح، حاضر هغطيه. ماما نور لازم تدوني ارقامكم عشان لما الارقام تظهر لي ما اختارش رقم حد فيكم بالغلط. انا 29 44 وأنا 3885. وانا 1998. ما تنسوش. إسراء هو أنت مخبية رقمك ليه؟ عشان محدش يختاره يا ياسمين، وانت كمان لازم تخبي رقمك، انت صاحبتي الوحيده. خدي انا جايبه معايا لزق احتياطي. اختاري رقم تخلصي منه. انا لازم اتاكد الاول ان انا ما اختارش ولا رقم ماما ولا ياسمين ولا نور. 2 9 4 4 3 8 8 5 5 7 7 2. الحمد لله ما جاليش ولا رقم فيهم. اختار بقى اي رقم فيهم. سلمى هو انت جالك رقم ايه؟ 6 5 2 2 و9 4 3 8 و1 9 9 8. اخر رقم ده مش غريب عليا. يا لهوي ده رقمي، هختار اي رقم فيهم. سلمى هو انت جالك ارقام ايه؟ 6 5 2 2 و9 4 3 8 و1 9 9 8. اخر رقم ده مش غريب عليا. يا لهوي ده رقمي. طب هو انت ناويه تختاري انهي رقم فيهم؟ معرفش اي رقم فيهم فهختار اخر رقم وخلاص. لا استني. ايه يا اسراء في ايه خضتيني؟ انا بس سمعتك تختاري رقمي فصوتي. انت بتقولي ايه؟ اقصد يعني قلت اقول لك احسن لك تختاري اول رقم. اول رقم ليه يعني؟ عشان خاطري. انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهمه حاجه. عشان اول رقم ده رقم كارما اللي انت بتكرهيها. اخلصي منها بقى قبل ما هي تخلص منك. ايوه صح، كارما دي بتقلدني في كل حاجه. جدعه هو ده الكلام. بس انا ما توقعتش انك تطلعي شريره للدرجه دي يا اسراء. مش انتي اللي عامله لنا فيها طيبه؟ انا كنت بساعدك بس على فكره. انتي شكلك مخبيه عني حاجه. لا انا مش هختار الرقم اللي انتي قلتي لي عليه. ليه كده بس؟ انا هختار الرقم ده. انا هختار الرقم ده. عمر. لا انا ما كانش قصدي اختار عمر. اهدوا يا اولاد، لو لقيتوا الناس بتقع النهارده ده امر طبيعي جدا. يا لهوي انا لسه ما اخترتش. الرقم ده شكله مميز، هختاره. الحمد لله محدش صوت. ماما اسراء الحمد لله انك عايشه. اخترتي الرقم بتاعك؟ اظن كل الناس اختارت خلاص. انتهت مرحله اختيار الارقام. الحمد لله اخيرا خلصنا. تحبي تعرفي انتي اخترتي مين؟ عايزه تعرفي؟ لا انا خايفه، يا رب ما يطلعش حد اعرفه. اخترتي سميره. الحمد لله انا ما اعرفش حد اسمه سميره خالص. لازم بقى اروح اتصل على ياسمين صاحبتي عشان اطمن عليها. ياسمين طمنيني عليكي. الحمد لله كويسه. مال صوتك بتعيطي ليه؟ في حد اختار رقم عمتي يا اسراء. هي عمتك اسمها سميره. جالي رقم جديد ازاي؟ ماما هي مش لعبة الارقام خلصت خلاص؟ للاسف يا اسراء لعبه الارقام هتتلعب تاني النهارده لاخر مره. تاني؟ مش كفايه اللي حصل امبارح؟ امري لله. اديني رقمك بقى انتي ونور عشان ما اختاركوش بالغلط، وانتوا كمان خدوا رقمي 4 3. اظن سهله قوي. ياسمين انا اسفه ان انا اخترت رقم عمتك، والله لو كنت اعرف ان رقمها ما كنتش اخترته. سلام دلوقتي يا اسراء عشان عندي محاضره. استني عندك، انت ليه مش مغطيه رقمك زي امبارح؟ عشان اللعبه دي ما بقتش فارقه معايا خلاص. خلي الناس تختار رقمي. ايه اللي انت بتقوليه ده يا ياسمين؟ انا زعلانه على عمتي قوي يا اسراء. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش، انا برضو هاخد رقمك عشان ما اختارهوش. 3 5 0. اختاري رقم تخلصي منه. انا هختار 3 5 0. بتهزري؟ هو ده مش رقم ياسمين؟ ايوه بس هي السبب ان انا اختارها، هي اللي مش مخبيه رقمها. عندك حق، يلا اختاريها. جانا استني، هو انت رقمك ايه؟ مالكيش دعوه. انا كنت بسألك بس عشان ما اختارش رقمك بالغلط. ماشي، رقمي 8992. رقمي 8992. جنى ماتت واسراء هي اللي عملت كده. لا طبعا مش انا ما عملتش حاجه.
حاجه. لا انتي، انا شفتك اول ما اخترتي الرقم بتاعك جانا وقعت على طول. طب ما هي برضه كانت هتختار رقم ياسمين صاحبتي. ماشي يا اسراء، انا هوريكي. 4 تلاتات ده رقم سهل جدا. انا بقى هبعته لكل واحد في الجامعة عشان لو اي حد جاله الرقم بتاعك يختاره واخد حق جانا صاحبتي. اسراء انتي كويسة؟ لا طبعا، كل الجامعه مستنيه يجيلها رقمي عشان تخلص مني. ليه؟ حصل ايه؟ جانا كانت عايزه تختار رقمك فانا اخترت رقمها قبل ما تعمل كده، ففجاه كل الجامعه بقت عايزه تختار رقم. مش عارفة اشكرك ازاي بجد يا اسراء. ما تقلقيش، فاضل ساعة بس ووقت اختيار الارقام يخلص. ربنا يستر. بقول لك، هو انت وصلتك الرسالة بتاعت صاحب جانا؟ ايوه، اي حد يجيله 4 تلاتات يختاروا على طول. طب تعرف بقى اشمعنى الرقم ده؟ اكيد حد وحش، بتسأل ليه؟ اصل انا جالي الرقم ده النهارده. بتهزر؟ طب ما تختاروا على طول، مستني ايه؟ لا ما تختارهوش، لا ما تختارهوش. وليه ما يختاروش؟ وانت مالك اصلا عمر يختار رقم ايه؟ عشان رقم 4 تلاتات ده يبقى ايه؟ خلصي. يبقى رقمي. رقمك انتي؟ وانت بتضحك ليه بقى ان شاء الله؟ عشان انا كنت فاكر انه رقم حد مهم، مش رقم واحدة هبلة زيك. اسكت يا كريم، انا كده كده مش هختارها. شكرا جدا. انا هختار رقم حد تاني قرفني من الصبح. كريم، يا لهوي يا لهوي كريم. سيبيه يستاهل اللي حصل له. انا مش فاهمه حاجه، انت موتت دلوقتي عايز صاحب عندك؟ ده عيل غلس قوي ورغاي، وانت مش هتقولي اي حاجة لاي حد على اللي انت شفتيه، فاهمة؟ ايوه طبعا اكيد فاهمه، مش هقول لاي حد. ياسمين انا ما متش. الحقوا، هي دي البنت اللي موتت 2 النهارده. ايه الهبل ده؟ لا طبعا ما موتش 2، انا اخترت رقم جنى بس كل الجامعة بتقول انك اخترتي رقم كريم كمان. كريم؟ لا طبعا انا ما عملتش كده، وبعدين محدش يقدر يختار رقمين اصلا. انا كنت فاكرة كده برضو لحد ما شفت الصورة دي. انا كنت مصدقاكي لحد ما شفت الصورة دي. ايه ده؟ مش دي صورتك انت وعمر جنب كريم بعد ما مات؟ ايوه بس مش انا اللي موتت كريم، ما عمر اللي عمل كده. للاسف يا اسراء محدش هيصدقك خالص. كريم صاحب عمر الوحيد، مستحيل عمر يموته. والله يا عمر اللي عمل كده، انا اوريدي اخترت رقم جنى، ازاي اختار رقمين يعني؟ انا اسفة يا اسراء، بس انا وانتي مش هينفع نبقى اصحاب تاني. ياسمين بس انا حميتك. انتهت لعبة اختيار الارقام. اخيرا هعيش حياتي. لا لسه يا اسراء. لا ليه يا ماما؟ لازم تاخدي بالك زيادة عشان كل الناس دلوقتي بتنتقم من اللي موت قرايبها. وينتقموا ليه؟ احنا كنا مجبرين نختار ارقام، ما كانش بمزاجنا يعني. انا لو مكانك ما ادخلش الجامعة. ازاي يعني؟ وهتخرج ازاي؟ براحتك. على فكرة اهل كريم جوه ومستنينك عشان يتكلموا معايا. اهل كريم هيتكلموا معايا في ايه؟ في انك موتي ابنهم مثلا. قلت لك مليون مره يا ياسمين انا ما عملتش كده. حاولي تقنعيهم بالكلام ده بقى. ماشي، انا هدخل واقول لهم الحقيقه، اكيد هيصدقوني يعني. استني عندك، انت رايحة تحكي لأهل كريم ان انا اللي موتته صح؟ لا طبعا، انا رايحه اقول لهم ان انا ولا شفت ولا سمعت اي حاجه. كويس، عشان انت عارفة كويس انا اقدر اعمل ايه. ايوه طبعا، انت واحد موتت اعز صاحب عندك، امال هتعمل فيا انا ايه؟ ايه؟ لا ولا حاجه، سلام. انا مش هخاف من اللهبل ده، انا هروح واقول لهم الحقيقه. حضرتك والد كريم؟ ايوه انا. اهلا وسهلا. انت بقى اسراء؟ على حسب. ايوه انا. لو حضرتك عايز تنتقم لابنك كريم فعلا لازم تنتقم من عمر. عمر؟ ايوه صاحب كريم هو اللي موته. انت متأكدة؟ ايوه والله انا شفته بعينيا دول. ماشي. اخيرا خلصت من المصيبه دي. خبر عاجل، كل الطلاب تروح حالا لان في حد اتقتل هنا، واي حد يعرف اي حاجة عن موت الطالب عمر سامح يجي بسرعة يبلغ ادارة الجامعة. ماما. ايوه يا حبيبتي. بابا كريم، هو مش حضرتك لسه موت عمر؟ عايز ايه تاني؟ عايز اتأكد انه محدش هيعرف ان انا موتت عمر. لا ما تخافش، انا مش هقول لحد. استني عندك، انا لازم اتأكد بنفسي.